القديس يوحنا السرياني ولد بعد وفاة والده، فاحتضنته أمه بقلب مليان حكمة وإيمان، وربته على الوداعة والطهارة. ومع مرور السنين كبر فيه الشوق لحياة الرهبنة، فذهب إلى دير مارتوم الرسول في سلوكية بالشام، وهناك بدأ أولى خطواته في طريق القداسة. كان شابا هادئا كثير الصلاة، سريع الطاعة، محبا للتعمق في الكتب المقدسة، ومع الوقت صار مثالا للرهبان في الاتضاع والعمل الروحي. وبعد فترة رسم كاهنا، وأسندوا إليه رئاسة الدير، فقاد الإخوة بحكمة وصبر، ونشر روح المحبة بينهم. لم يكتف بالخدمة داخل الدير، بل بنى ديرا جديدا على شاطئ نهر الفرات سنة 530 ميلاديا، ثم رحل إلى القسطنطينية، حيث درس العلوم اليونانية وكتب مؤلفات روحية قيمة، تفاسير لأسفار الكتاب المقدس، وكتابات عن الميلاد البتولي والقيامة المجيدة وميامر الشهداء. وبعد حياة مليانة جهاد وتعليم، انتقل بسلام، تاركا أثرا روحيا باقيا في الكنيسة. بركة صلواته فلتكن معنا. آمين. إذا عجبتك القصة تابعنا، سيب تعليق وشارك الفيديو، خليه ينور قلوب تانية. مون جيسو.